شفتاك ما شفتاك ملكان أم أنت الملاك؟ رد الجواب فإنني إياك أعني، واسمعي يا جارة. فضيحة تخلف خسارة أن لا تسوق المرأة المسلمة السيارة، فإن تسقها ارتكبت في الدين عندهم ضربا من الدعارة، بل إنه ضرب من اغتصاب امرأة غاصبها يحسبها مغارة. والمرأة المسلمة اليوم هنا في مغرب الحضارة، والمرأة المسلمة اليوم هنا في تونس الحضارة، سمكة شهية بهية نقية، لكنها من المحال أن تبتلع الصنارة، من المحال أن تحيل روحها على المقص للطهارة، وإنما تحيلها كحرة وبنت حرة على حرية العبارة. فنحن لا نريد عورة كما يقول شيخنا، وإنما نريدها منارة. فنحن لا نريد عورة كما يقول شيخنا، وإنما نريدها منارة، شجرة مثمرة لو أنها ما أثمرت لم ترم بالحجارة. الصادق شرف أبو وجدان صاحب مجلة تصدر منذ 34 سنة واسمها الأخلاء، مجلة المجتمع المدني. هذه المجلة تصدر عددا في كل شهر، وكل عدد هو خاص بأديب من الأدباء، ولقد أصدرنا عدة كتب وعدة إصدارات أعداد لأدباء غير تونسيين من مصر ومن المغرب أيضا، من هنا ومن الجزائر ومن سوريا والعراق، بحيث وصلت إصدارات هذه المجلة الآن 339 عدد. وهذه الإصدارات أشرف عليها بنفسي مع لجنة قراءات. أنا أصدرت سنة 2008 أيام الجمر، أصدرت كتابا عنوانه نعم أنا معارض، أعارض الديكتاتورية والدولة الدينية. وفي تلك الفترة في زمن النظام البائد كنت أحس لأني معارض أحس بأني محاصر. وجاءت ثورة تونس 14 جانفي 2011 واعتقدت بأني تحررت من تلك المحاصرة، إلا أني شعرت بعد أشهر من الثورة بأنني ما زلت محاصرا، لأن كتابي الذي عنوانه نعم أنا معارض أعارض الديكتاتورية والدولة الدينية فعلا لقد أسقطنا الديكتاتورية، ونحن الآن أمام مستقبل ومجتمع يعيش صراعا ومخاضا ولربما ولادة صعبة. وهذه الولادة الصعبة أرجو ألا تقسم المجتمع التونسي إلى قسمين كما يريد بعضهم، بأن يقول هناك قسم مسلمين وقسم كفار، وهذا ما أخاف منه. وأعتقد أننا في كل الوطن العربي إذا انقسم الشعب ضاع الوطن، وهذا ما يريده أعداء الأمة العربية.